الاهلي مش بيلعب على نجاحه هو بس، لا الاهلي كمان بينجح الانديه المنافسه. ده مش كلام ولا حاجه، انا بألفها من وحي خيالي. ده اللي قاله الفيفا. نادي صن داونز الجنوب افريقي ونادي الترجي التونسي رسميا هيشاركوا في كاس العالم للانديه 2025، وده طبعا بعد فوز الاهلي على مازيمبي بثلاثيه ولا اروع. علشان بس اي حد يعرف ان الاهلي خيره على كل الانديه. وفي ناس معشمه نفسها وبيقولوا ان فريقهم اللي هيشارك في كاس العالم الموسم اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وانا واثق ان اي حد بيشجع الاهلي اكيد مبسوط وبخير، وطبعا اللي ما بيشجعش الاهلي يا رب برضه يكون بخير. انا بهزر معاك يا صديقي، اهلاوي او زملكاوي الكل حبايبنا. ويلا اعمل لايك للفيديو علشان ندخل في المهم. نهائي دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله هيجمع بين الاهلي والترجي التونسي، النهائي القوي جدا والصعب جدا. النادي الاهلي في الموسم الماضي فاز على الترجي التونسي في ملعب رادس بثلاثيه في نص النهائي. كوره مصريه، بيرسيتاو والثاني والثير، كوره عند الشحات عرضيه والثالث، الهدف الثالث عن طريق. ولما تتكلم عن الترجي فانت امام نادي من اعرق الانديه واشهرها على الاطلاق في القاره الافريقيه. نادي بيعرف يكسب بطولات ومتمرس في دوري ابطال افريقيا. وهنروح بعيد ليه؟ ده كمان لسه مخرج صن داونز اللي هو من افضل فرق القاره في السنوات الاخيره. عاوز اقول لك ان النهائي ده بالذات مش هيكون سهل على الاطلاق، لان زي ما ذكرت من شويه ان الاهلي فاز بثلاثيه، وده في عرف الكوره اشبه بالصقر او بالبلدي كده طار بايت بالنسبه لهم، فمش هتكون مباراه سهله خالص. بس ده معناه برضو ان الموضوع ده هيكون في مصلحه النادي الاهلي، لان الترجي هيلعب تحت ضغط من جماهيره. دايما نادي الترجي بيلعب تحت ضغط من جماهيره، وطبعا اكيد الترجي عاوز يصالح جماهيره بالفوز على الاهلي، ودي حاجه مش سهله لانه بيلاعب بعبع القاره ومتسيدها. مباراه الترجي حاجه وكل اللي فات حاجه تانية خالص. جمهور الترجي ممكن يعمل اي حاجه علشان فرقته تكسب النهائي، مفيش مشكله، يعمل اللي هو عاوزه لكن بطريقه مشروعه. شجع براحتك لكن بلاش تأذي حد من اللعيبه زي ما حصل في كتير من المباريات اللي اتلعبت بره مصر وكلنا عارفينها. جمهور الترجي بيعرف يضغط فريق الخصوم في تونس بطريقه غير طبيعيه ومستفزه، وكلنا شفنا ده اخر نهائي جمع بين الفرقتين الاهلي والترجي، وفاز وقتها الترجي على الاهلي ب3 اهداف دون رد في ملعب رادس، بعد ما كان الاهلي متفوق في القاهره ب3 اهداف لهدف وحيد. فرق شمال افريقيا متعبه جدا لما بتواجه الاهلي في النهائيات، وعندهم اسلوب تضييع الوقت وبطريقه متميزين بيها في القاره، وخصوصا مع النادي الاهلي. نادي الترجي والنجم في تونس والوداد والرجاء في المغرب، وطبعا الفرق الجزائريه والليبيه كمان متمرسين في تضييع الوقت. ولكن الفرق دي لو ما لعبتش مع الاهلي كده مش هتعرف تفوز عليه مهما حصل، لان زي ما قلت هو بعبع القاره وقائدها. تحضيرات مارس الكره للمباراه دي للترجي هتكون مختلفه تماما عن المباريات اللي لعبها الاهلي لحد الان في البطوله. انا قلت انه هيلعب في مباراه العوده امام مازيمبي بنفس التشكيل مع وجود تعديلات بسيطه، وقد كان وقلت انه مش هيجازف باللعيبه اللي لسه راجعه من الاصابه. انما في مباريات النهائي كولر هيلعب الاساسيين مليون في الميه مهما كان الثمن، ولو ان ده مش هيكون في صالح كل اللي رجعوا من الإصابة. المباريات الحاسمة اللي زي دي بتتلعب بمجهود مضاعف، ولو اللعيبة مش جاهزين بدني 100% ممكن يخسرهم تاني لا قدر الله. كل التوفيق للأهلي إن شاء الله في حصد اللقب ال12، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.